المصور نيكي كوارتز المشهور والمعروف كان في رحلة سفاري في جنوب أفريقيا وشاف حاجة غريبة جدا هناك بين الأفيال. المصور كوارتز شاف وصور فيل صغير جدا وهو بيشرب من نهر ساندو، كان جنب أمه وأهله وعيلته طوال الوقت. ونادرا أو يكاد يكون من المستحيل إننا نشوف مرض المهج بين الأفيال الأفريقية أو نشوف فيل ألبينو في البرية. الموضوع ده فعلا نادر جدا، لكن إننا نشوفه دي حاجة جميلة ولطيفة ونقول عليها سبحان الخالق المبدع. بس علميا الطفل ده صعب إنه يعيش في أفريقيا مع لونه. الفيل الصغير قطيع الأفيال أي نعم قبلوه ما اترفضش منهم، لكن يا عالم لما يكبر هيحصل إيه؟ ده غير إنه فريسة سهلة وضعيفة لباقي المفترسات التانية زي سيد الوحوش. ده غير بقى طبعا الصيادين اللي هيطمعوا فيه. لكن لحسن حظ الفيل ده انه اتولد وعايش دلوقتي في كروجر ناشونال بارك، الحديقة الوطنية في جنوب افريقيا، يعني مكان محمي من الصيد الغير شرعي بنسبة كبيرة جدا. مش هيكون في خطر عليه من الصيادين، لكن باقي المفترسات التانية مش هترحمه. ده غير ان نقص التصبغ في بشرته هيتسبب له في حروق كبيرة من اشعة الشمس الرهيبة في صيف افريقيا. ده غير طبعا ان في حيوانات بيضة كتير بتصاب بالعمى بعد كده في حياتها للأسف. كوارتز اللي لقط الصور دي وبعتها لنا بيقول انه كان في كروجر دايما على طول من ايام ما كان طفل، وعمره ما قابل فيل البينو ابدا في حياته. وبيقول كمان انها كانت تجربة فريدة من نوعها، وبيتمنى ان الفيل الصغير يقدر انه يعيش في سعادة وصحة دايما. وانا كمان بتمنى انه يعيش ويكبر وما يقعش فريسة بين انياب الوحوش، وربنا يستر عليه بقى من كاسبر واخواته.